احنا بنطالب دلوقتي بحقوقنا من رئيس الجمهوريه او من وزير من رئيس الوزراء. دلوقتي انا بقول للمهندس ابراهيم محلب استغيث بينا، لان احنا بورسعيديه، احنا ولاد البلد محتاجين شقق. فين حقوق الانسان؟ تفضل نقعد على الرصيفه؟ تفضل نقعد على الرصيفه؟ احنا نزلنا الاعتصام، نزلنا التفويض للرئيس الجمهوريه وبنستغيثوا بينا. استغيثوا بينا دلوقتي، مش هينفع كده. المحافظ انشال وجا مكانه وهو الحال، هو الحال. فين حقوقنا؟ فين حقوقنا؟ ليه؟ لان الوقت المفروش الايجار يغلى 1000 ونص. ليه؟ فين حقوقنا؟ انا دلوقتي اقسم بالله انا دلوقتي قاعده ب3 عيال في اوضه وصاله. لو يرضاها رئيس الجمهوريه ان انا مطبخ في حمامي. فين حقوق الانسان؟ وب1000 جنيه فين؟ انا عايزاه ينزل بورسعيد. السيسي ما نزلش بورسعيد ليه؟ اشمعنى بورسعيد بالذات؟ بورسعيد اشمعنى عايزين ما نزلش بورسعيد ليه؟ احنا مسافرين على البلد دي. انا عايز اعرف اول بلد بدات الاعتصام هي بورسعيد، واول بلد بدات العصيان المدني وانا بفكر هي بورسعيد. فين حقوقنا؟ فين حقوقنا؟ كنا بننام في الشارع، اقسم بالله كنا بننام في الشارع بعيالنا في الشتاء علشان رئيس يعني عادل يمسكنا. طب دلوقتي بيقول لك استغيث بينا يا رئيس الجمهوريه، استغيث. المهندس ابراهيم محلب ينزل بيختفي في ثانيه، ما بنشوفش حد. طيب عايزين نعرف سبب الوقفه النهارده. سبب الوقفه السكن. طيب وايه اللي معطل الشقق؟ دلوقتي المحافظ لما بيمسك مش بيقول اقسم بالله بقرع مصالح الشعب. فين مصالح الشعب؟ فين المقابله؟ فين المقابله يا محافظ بورسعيد؟ فين المقابله؟ انا بتمنى اشوفه قبالي، مش هقرب له ولا اسلم عليه. انا نفسي اقابل محافظ من بعيد. انا عمري في حياتي ما قابلت محافظ، اقسم بالله. كم مقابله نعملها؟ 10 15 مقابله. انا ما بقابلش محافظ، انا عمري في حياتي ما شفت محافظ. ما فيش. بيمشي في الشوارع، ما فيش محافظ بيمشي في الشارع، ما فيش محافظ يسال المواطنين ايه مطالبكم. اقسم بالله ما فيش محافظ بيلف ايه مطالبكم. وحياه ما ينزلش. فين حقوق الانسان؟